السلام عليكم. في الفيديو اللي فات شرحنا المناعة في النبات، وإن شاء الله النهارده هنشرح المناعة في الإنسان. كده ميبقاش فاضل غير فيديو واحد أو درس واحد، يعني اللي هو آلة عمل الجهاز المناعي في الإنسان. طيب الدرس ده هيكلمنا عن إيه؟ عن الجهاز المناعي في الإنسان. طيب أنت عندك أجهزة الجسم بتكون متناسقة مع بعضها أو مش متناسقة، يعني بتكون إيه؟ بتكونش متفرقة، يعني تلاقي الأجهزة بتسلم بعضها، أو بتسمى بصورة تشريحية متتالية. يعني إيه؟ جهاز هضمي، دوري، جهاز تنفسي. يعني مثلا عندك الجهاز الهضمي تلاقي فم بالعم، مريء، معدة، وأمعاء، وهكذا. فبتلاقيهم كلهم إيه؟ بيخدموا على بعض. بس عندك الجهاز المناعي بيكون متناسق الأجزاء، بالرغم إن هو متناسق الأجزاء بيكون متناسق مع بعضه وبيعمل كوحدة وظيفية واحدة. طيب عندك بيطلق على بعض أعضاء الجهاز المناعي ده بيطلق عليها أعضاء لمفاوية. فأنت عندك، أنا عايز أعرف الجهاز الليمفاوي. الجهاز الليمفاوي عايز أعرف فيه إيه؟ عايز أعرف بيتكون من إيه أصلا الجهاز الليمفاوي ده. قالك والله بيتكون من كذا حاجة. عندك مثلا الأعضاء الليمفاوية. الأعضاء، إيه هي الأعضاء الليمفاوية أو أعضاء الجهاز الليمفاوي؟ بص، أعضاء الجهاز الليمفاوي عندك النخاع العظامي الأحمر، الأعضاء الليمفاوية مكان تخزين الخلايا الليمفاوية. طيب أنا أشرح عضو عضو كلنا على حدة. النخاع العظامي الأحمر، إيه هو النخاع العظامي الأحمر؟ النخاع بيكون موجود في رؤوس العظام الطويلة والمسطحة. يعني إيه؟ ده نسيج بيوجد في العظام المسطحة زي الترقوة، القفص الصدري، العمود الفقري، الجمجمة، الضلوع، الكتاف. بيكون موجود برضو والحوض بيكون موجود في رؤوس العظام الطويلة زي الفخذ والساق والعضد، بس ما ذكرش الزند والكعبر. بيكون موجود فيهم للأمانة يعني، بس هو ما ذكرهمش. طيب عندك وظيفته إيه؟ ده وظيفته إنتاج خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء وصفائح الدموية. يعني هكتب تحته كده الوظيفة بتاعته: إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. يعني النخاع العظامي الأحمر بينتج إيه؟ بينتج خلايا دم حمراء وبيضاء وصفائح دموية. عرفت أول عضو من أعضاء الجهاز الليمفاوي. تاني عضو من أعضاء الجهاز الليمفاوي هو الغدة التيموسية. دي بتفرز هرمون التيموسين، واتذكرت في الغدد الصماء في درس الهرمونات، عشان غدة التيموسين من أنواع الغدد الصماء، وبيطلق عليها اسم الغدة الزعترية. وحجمها بيكون كبير عند الأطفال، وبتصغر وبتقل في الحجم كل ما تكبر أو كل ما تتقدم في العمر. طيب دي احنا قلنا بتفرز هرمون التيموسين. بيعمل ايه هرمون التيموسين ده؟ بيحول خلايا الجذعية لخلايا تائية أو خلايا بلازمية. بيحول خلايا جذعية. الخلايا الجذعية بتكون غير متخصصة، فبيحولها لخلايا تائية بأنواعها بقى، لأن أنت عندك التائية TC وTS وTH. طب أنا عايز أعرف أصلا مكان التيموسية ده فين؟ ده على مكان، لو الغدة التيموسية بتكون موجودة إيه؟ أعلى الحنجرة، أو مش أعلى الحنجرة، هي أعلى القلب وخلف عظمة القص، على القصبة الهوائية. افتكرت اسمها على القصبة الهوائية، أعلى القلب وخلف عظمة القص. جميل. تفرز هرمون التيموسين بيحول خلايا جذعية لخلايا تائية بلازمية. جميل. وتميزها طبعا لأنواعها المختلفة. وقلنا التيموسية بتتبع الجهاز المناعي واتذكرت في الهرمونات، يعني تبع الغدد الصماء، وذات إفراز داخلي
ده افراز داخلي حلو. وبتسمى بالغدة الزعترية، وحجمها بيقل مع الوقت، تكون كبيرة في الأطفال وبتقل مع الوقت. الجهاز والعضو اللي بعد كده اللوزتين. ايه هما اللوزتين دول؟ يعني ايه دول؟ دول اللوزتين غدتين لمفاويتين موجودين فين؟ على جانبي الجزء الخلفي من الفم. حلو. وظيفتهم ايه؟ انت لما بتاكل او اي حاجة يعني وتنفس، ساعات بتنفس بقك يعني طيب، فاللوزتين دول بيلتقطوا الميكروبات اللي داخله عشان ما يدخلوش مع الطعام او الهواء. فبالتقاط وظيفتهم التقاط اي ميكروب او جسم غريب دخل ايه مع الطعام او الهواء، المفروض يمنعوا دخول الجسم، وبذلك يعتبروا من ضمن اعضاء الجهاز الليمفاوي اللي هو برضو جزء من الجهاز المناعي في الانسان. عرفنا اللوزتين موجودين فين وعرفنا وظيفتهم ايه. ايه عندك العضو اللي بعد كده من اعضاء الجهاز الليمفاوي؟ الطحال، او ما يسمى بمقبرة الجسم، لانه بيكسر فيه كل حاجة، خلايا الدم الحمراء. طيب عندك الطحال ده عضو ليمفاوي. ايوه انا عارف انه عضو ليمفاوي. بيوجد فين؟ طيب قبل ما اقولك بيوجد فين، عايز اعرف شكله عامل ازاي. ده حجمه في الكتاب القديم كان مكتوب قبضة اليد، الكتاب الجديد غيرها لك شوية وقال لك حجمه حجم كف اليد، وبصراحة كف اليد أوضح، يعني التعديل الجديد أوضح في الوصف بتاعه. فهو الطحال لا يزيد حجمه عن كف اليد، ولونه أحمر قاتم. أحمر قاتم. عشان انت عندك نوعين من فيها دم أحمر فاتح وأحمر قاتم، اللي هي شرايين وأوردة يعني. الفاتح شرايين عشان الدم بيكون شايل أكسجين يعني. فما علينا، الطحال لونه أحمر قاتم وخلاص لوحده دماغك. مكانه موجود فين؟ ده موجود في الجانب العلوي الأيسر من التجويف البطني. يبقى جانب علوي أيسر من التجويف البطني. إيه وظيفته؟ بيلعب دور هام في مناعة. ليه؟ عشان بيحتوي على خلايا بلعمية كبيرة وخلايا لمفاوية بكمية كبيرة. عايز أقول تاني كده، بيحتوي على إيه؟ على خلايا بلعمية كبيرة وخلايا لمفاوية، نوع من أنواع خلايا الدم الحمراء يعني. طيب خلايا البلعمية الكبيرة دي بتبقى بتعمل عملية بلعمة، فبمعنى صح بتشيل الميكروبات جواها وتحللها وتتفتت. يعني وظيفة الخلايا البلعمية الكبيرة ايه؟ التقاط الأجسام أو التقاط الميكروبات أو الأجسام الغريبة تعمل على تفتتها، أو الخلايا الجسدية الهارمة يعني زي كرات الدم الحمراء المسنة وغيرها. بتعمل ايه؟ بتفتتها المكونات الأصلية عشان تتخلص من الجسم. وبتلعب دور هام في إن هي تعرف أو تعرض المعلومات أو الجينات، مش اسمها ايه بقى؟ الأنتيجينات. تعرض الأنتيجينات بتاعت الميكروبات، بمعنى صح بتقفش الميكروب عشان تديه للأجسام المناعية المتخصصة أو للخلايا المناعية المتخصصة. حلو. يبقى حمل المعلومات عن الميكروبات أو الأجسام الغريبة وتعرضها للخلايا المناعية المتخصصة. دي وظيفة خلايا البلعمية الكبيرة، واللي هي موجودة بكثرة في الطحال. والخلايا الليمفاوية نوع تاني برضه من كرات الدم البيضاء. طيب الاتنين دول من انواع الدم، كرات الدم البيضاء. انا اصلا هقولها دلوقتي لان يعتبر من ضمن الجهاز الليمفاوي، هقولها اصلا دلوقتي. طيب اقول لك خلايا الدم البيضاء والخلايا الليمفاويه وغيرها يعني. عرفت الطحال، عايز اعرف بقع باير. وفي عندك غير بقع باير في عندك جزء كمان برضه من ضمن اعضاء الجهاز الليمفاوي، هو العقد الليمفاوية. العقد الليمفاوية جميل. بقع باير، ايوه يعني ايه بقع باير؟ دي عقد صغيرة من الخلايا الليمفاوية. بتعمل ايه؟ بتلتقط، هي وظيفتها الكاملة غير معروفة، بس ليها دور في المناعة عشان بتلتقط الميكروبات اللي موجودة في الأمعاء، لأن دي مكانها في الغشاء المبطن للجزء السفلي من القناة الهضمية.
او الامعاء الدقيقة. عارف الزائدة الدودية؟ بالظبط، دي عقد صغيرة من الخلايا الليمفاوية بتتجمع على شكل بقع، عشان كده اسمها بقع باير. قلنا وظيفتها الكاملة غير معروفة ومكانها، بس هي بتلعب دور في المناعة، يعني بتلتقي الأجسام الغريبة الموجودة في الأمعاء الدقيقة. ومكانها الغشاء السفلي المبطن للأمعاء الدقيقة. عندك العضو اللي بعد كده أو اللي هي العقد الليمفاوية. دي عقد بتراوح حجمها من رأس الدبوس لحب الفول الصغيرة. تعمل ايه؟ بتخزن الخلايا الليمفاوية. بس أنا قبل ما أقولك بتعمل ايه أقولك مكان وجودها. مقدرش أقولك مكان محدد، بس هي بتتواجد على طول شبكة الأوعية الليمفاوية موجودة في الجسم، أو موجودة في جسمك أو في جميع أجزاء الجسم. يعني زي ايه؟ زي تحت الإبطين، على جانبي العنق، أعلى الفخذ، بالقرب من أعضاء الجسم الداخلية، وهكذا. منتشرة على شبكة الأوعية الليمفاوية. طيب، وانت عندك أوعية ليمفاوية وأوعية دموية، في فرق بين الاتنين. في جهاز ليمفاوي متكامل أصلا، وليه أوعية متخصصة واردة وصادرة برضه. طيب، عرفت مكان الأوعية الليمفاوية؟ عايز أعرف وظيفتها. إيه وظيفتها؟ بترشح الليمف وتنقيه من الأجسام الغريبة، وفي نفس الوقت بتحتوي على خلايا ليمفاوية كتير. طيب، يبقى هي شكلها، انا مش عارف ارسم لك شكلها بالظبط، انا لو افتكرت هعرضه لك. ده يعتبر الشكل. هي بتحتوي على جيوب بتخزن البي سيلز والتي سيلز، الخلايا الليمفاوية. دي خلايا ليمفاوية، هقول الكلام ده دلوقتي. ده مثلا وليكن ده جاي لها وريد مثلا وشريان، وفي عندك وعاء ليمفاوي، وليكن ده وعاء ليمفاوي وصادر، وفي عندك شبكة تانية من الأوعية الليمفاوية، وليكن واردة، وارد. طيب، ده شكل تقريبي طبعا مش عارف ارسم. ده شكل تقريبي للعقد الليمفاوي. ايه وظيفتها؟ الجيوب دي بتجمع فيها الخلايا الليمفاوية، يعني انت هنا كده بتخزن الخلايا الليمفاوية البائية والتائية والبلعمات الكبيرة وبعض أنواع من خلايا الدم البيضاء الأخرى، عشان تخلص من الليمف، أو بتخلص الليمف اللي موجود بيها يعني هي وظيفتها ترشيح الليمف، يعني بتخلص الليمف ده من الأجسام الغريبة والميكروبات الموجودة فيه. طيب، وزي ما انت شايف بيتصل بكل عقدة ليمفاوية مجموعة من الأوعية الليمفاوية بتنقل الليمف إليها من أنسجة الجسم. يعني بتجيب لها الليمف، تصفيه وترشحه، اللي هي وظيفتها ترشيح الليمف وتنقيته من مواد ضارة ومسببات للمرض زي الميكروبات، وتخزن خلايا الدم البيضاء اللي هي الخلايا الليمفاوية اللي بتساعد في محاربة أي مرض أو عدوى. جميل، بسبب إن هي بتحتوي على جيوب يعني وكده. كفاية رغي في العقد الليمفاوية ونخش على اللي بعده. طيب، خلصت الأعضاء بتاعت الجهاز الليمفاوي. عايز أعرف إيه تاني؟ عايز أعرف خلايا الدم البيضاء. أنا دلوقتي بشرح الجهاز الليمفاوي، فقلت لك الجهاز الليمفاوي بيكون أعضاء. طيب، وعندك إيه تاني؟ خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء. قبل ما أقولك خلايا الدم البيضاء، أنا عايز أقولك على حاجة. نخاع العظام الأحمر بينتج إيه؟ يعني إيه بينتج إيه؟ بينتج خلايا ليمفاوية. الخلايا الليمفاوية اللي هي 3 أنواع: B cells, T cells, natural killer cells. B cells الخلايا البائية، T cells الخلايا التائية، natural killer cells خلايا قاتلة طبيعية. دي الخلايا الليمفاوية اللي بينتجها نخاع العظام الأحمر. طب عندك نوع تاني نوع تاني بينتجه نخاع العظام الأحمر، اللي هو خلايا الدم البيضاء.
خلايا الدم البيضاء. حمضية قاعدية متعادلة وحيدة النواة. حلو. في 3 محببين اللي هما واحدة غير محببة، وحيدة النواة دي غير محببة. فيها حبوب بمعنى أصح بتلتقط الميكروبات أو بتحللها. طيب يعني أنت عندك خلايا الحمضية والقاعدية والمتعادلة، دول الخلايا المحببة من ضمن خلايا الدم البيضاء اللي بينتجها نخاع العظام الأحمر. حمضية، قاعدية، متعادلة، وحيدة النواة. وحيدة النواة بتتحول لبلعمية كبيرة عند الحاجة. حلو، تتحول لبلعمية كبيرة عند الحاجة. فمن الآخر خلايا الدم البيضاء بتتكون من إيه؟ من خلايا لمفاوية. خلينا بدل إيه، احنا ممكن نبعد دي شوية، صح كده، نسهل عن الدنيا على نفسنا يعني، ليه نضيق على نفسنا. طيب خلايا الدم البيضاء انا قلت لك بتتكون من ايه؟ عندك خلايا لمفاوية وخلايا دم بيضاء و خلايا دم بيضاء برضو بس أخرى يعني، بيضاء أخرى أو مش بيضاء أخرى يعني، بلعمية كبيرة سواء ثابتة أو دوارة. في ثابتة أو دوارة، في خلايا بلعمية كبيرة ثابتة وخلايا بلعمية كبيرة دوارة. من اسمها ثابتة بتفضل ثابتة في مكانها، فاهم؟ والدوارة بتلف في الجسم بتبحث عن أي ميكروب. الخلايا الليمفاوية عندك 3 أنواع: بي سيلز، بقية تي سيلز، تائية ناتشورال كيلر سيلز، قاتلة طبيعية. خلايا دم بيضاء قلنا ايه؟ حامضية، قاعدية، متعادلة، وحيدة النواة. وحيدة النواح. طيب انا هعمل ايه؟ انا هتكلم على وظيفة كل واحدة فيهم، يعني هتكلم عنهم بالاخص. الخلايا الليمفاوية، احنا قلنا الخلايا الليمفاوية انا عايز ادرس يعني فاهم قصدي؟ انا عايز ادرس كل واحدة يعني، حتى انا هنا قلت خلايا دم بيضاء، اذا انا ما كتبتش اخرى خلايا دم بيضاء اخرى. الخلايا الليمفاوية دي النوع من الخلايا الدم البيضاء، بتشكل كام في المية من خلايا الدم البيضاء؟ من 20 ل 30%. تعال نكتبها في حتة تانية افضل. عندك خلايا ليمفاوية دي نوع من خلايا الدم البيضاء، بتمثل كام في المية؟ من 20 ل 30% من خلايا الدم البيضاء. ايوه يعني ايه؟ يعني مش من الدم عندك كرات دم حمراء وبيضاء وصفائح دموية وغيرها من المواد البلازما عايم فيها يعني، ما علينا بس انا اقصد ايه؟ دي 20 ل 30% مش من الدم، لا من خلايا الدم البيضاء. حلو. منهم بقية وتائية و قاتلة طبيعية. طيب بتتكون فين؟ انا قلت لك خلايا الليمفاوية بتتكون في نخاع العظام الاحمر، لسه قايلها لك. خلايا الليمفاوية بتتكون في نخاع العظام الاحمر. بتعمل ايه؟ ليها قدرة مناعية، بس لما تتخصص او لما تنضج، مش من اول ما تتكون، لا هي لازم تنضج وتتميز الاول. هنشوف ازاي دلوقتي. طيب يبقى وظيفتها بتدور في الدم، تبحث عن اي ميكروب، تلقط اي ميكروبات، تحللها او تاخد ايه دفاعات ضدها يعني. تمام. وتمنع الميكروب ده من غزو الجسم او التكاثر فيه. ما علينا. انا عايز اعرف الثلاث انواع بتوعها بيعملوا ايه، اللي هما بي سيلز، تي سيلز، ناتشورال كيلر سيلز. بالمناسبة التائية والبقية اتسموا ليه؟ التائية لو تفتكر لما قلت لك الغدة التيموسية بتنتج هرمون التيموسين اللي بيحول خلايا البقية او اللي بيحول الخلايا الجذعية لخلايا تائية بلازمية.
فبمعنى اصح دي التائية دي بتنضج وتتميز في الغدة التيموسية. حلو. تيموسية تائية ايه؟ مش ملاحظ حاجة يعني. التي سيلز اتسمت على الغدة التيموسية عشان هي اتكونت في التيموسية او نضجت وتميزت في التيموسية، اتكونت في الخلايا العظام الاحمر. ماشي. طيب البي سيلز برضو اتسمت عشان العالم اللي اكتشفها كان اسمه ايه؟ كان اسمه فابريشس او بورسا. هي اصلا اسمها بورسا اوف فابريشس العالم يعني، بورسا اوف فابريشس. ما علينا من الاسم اللي زي طيب فانت عندك بي سيلز وتي سيلز وناتشورال كيلر سيلز. ايه نسبتهم؟ نسبية من 10% ل 15%. انا قلت ايه نسبتهم مش ايه لازمتهم، هنعرف برضو ايه نسبتهم وايه لازمتهم يعني، هنعرف الاتنين دلوقتي. طيب البقية من 10 ل 15% من الخلايا الليمفاوية. شفت كتبتها ازاي؟ 10 15% من الخلايا الليمفاوية، اللي هي اصلا الخلايا الليمفاوية كلها على بعضها من 20 ل 30% من خلايا الدم البيضاء. حلو. لان انا البقية والتائية والناتشورال كيلر سيلز او القطرة الطبيعية باجي عند ليهم بتاع انجليزي بقية وتائية وقطرة طبيعية هتجمع نسبهم دلوقتي هتلاقيهم 100%. هو 100% من الليمفاوية، لان دول هم الثلاث انواع بتوعها. حلو. اما الليمفاوية كلهم على بعضهم يعني هم كلهم على بعضهم بيكونوا ايه؟ بيمثلوا نسبة 20 30% من خلايا الدم البيضاء، مش بالدم برضه. طيب يا رب النسبة تثبت في دماغك. البقية ايه لازمتها؟ بتعرف على ميكروب او اجسام غريبة زي البكتيريا والفيروسات وتلتصق بيها وتنتج اجسام مضادة. يعني جسم مضاد ما مش انتاجه الا في الخلايا البقية او الا يعني هي الخلايا البقية هي اللي بتنتج الجسم المضاد. حلو. حلو. الا في وجود الخلايا البقية يعني. طيب والجسم المضاد ده بيكون عليه مستقبل بالانتيجين، فبيلتصق بجسم الميكروب ده اللي هو ايه يعني. انا اقصد اقول لك مستقبل الانتيجين ليه؟ عشان ما يعرفش غير الميكروب ده، ما يهاجمش اي حاجه تانية، ما يهاجمش جسمك، لا بيهاجم انتيجين معين اللي هو بتاع الميكروب. فانا رايح ادمر الميكروب ده. حلو. فاللي اقصد اقوله ان اللنده دي ضربه في دماغي اقسم بالله عشان الاضاءه وحشه. طيب الاجسام المضاده متخصصه ليها موقع ارتباط بالانتيجين. هما موقعين ارتباط بس اقصد انتيجين واحد، نوع واحد من الانتيجين. طيب خاص بميكروب معين يعني. والميكروب معلوش نوع واحد من الانتيجين، الميكروب ممكن يكون عليه اكثر من نوع من الانتيجين عادي، بس جسم مضاد بيرتبط بنوع واحد بس من الانتيجينات وهو عليه موقعين ارتباط بالانتيجين في الاجسام المضاد النموذجيه يعني. هقول اصلا الجسم المضاد دلوقتي. طيب البي سيلز انا قلت نسبتها وقلت وظيفتها، طب ما قلتش مكان تكوينها. بتتكون فين؟ بتتكون كلهم بيتكونوا بص كلهم بيتكونوا في النخاع العظام الاحمر. حلو. حلو. بس في فرق. يعني ايه؟ البقيه والقطرة الطبيعيه بيتكونوا في النخاع العظام الاحمر وبس بينضجوا في النخاع العظام الاحمر. اما التائيه بتتكون في النخاع العظام الاحمر وتنضج في التيموسيه في الغده التيموسيه، عشان كده اصلا اتسمت تي سيلز تائيه بلا ماشي. مش هقول بلازميه، مش تائيه يعني ماشي. في الاول بتبقى جذعيه غير متخصصه يعني. طيب خلصت البي سيلز، قلت نسبتها وقلت مكان تكونها وقلت وظيفتها. طب التي سيلز التائيه بتتكون فين؟ في النخاع العظام الاحمر. تنضج فين؟ في الغده التيموسيه. حلو. حلو. نسبتها كام؟ 80%.
بص دي من 10 ل 15 دي 80%، فاكيد ناتشورال كيلر من 5 ل 10%. بديهيات يا عم. طيب التائية 80%. ايه وظيفتها؟ ما اقدرش اقول لك ايه وظيفة التائية واسكت. ليه؟ لان انت لما بتنضج وتتميز بالتائية بيكون عندك 3 انواع: تي هيلبر، تي سايتوتوكسيك، تي سوبريسور. تي اتش تائية مساعدة، تي سي تائية سامة، تي اس تائية مثبطة أو كابحة. حلو. أقدر أقول لك إيه وظيفة التي اتش؟ حلو. إيه وظيفة التي اتش؟ بتنشط، اسمها أصلا تائية إيه؟ هيلبر، مساعدة. بتنشط البقية وبتنشط إخواتها من التائية. حلو. حلو. يبقى بتنشط أنواع أخرى من خلايا التائية وتحفزها على القيام بأنشطة القيام وتحفزها على القيام بأنشطة بتسيبها في حالها. بتحفزها على القيام باستجابتها المناعية، وتحفز الخلايا البائية لإنتاج الأجسام المضادة، لأن وظيفة البائية إنتاج الأجسام المضادة، متنساهاش. ماشي. إيه وظيفة التي سايتوتوكسيك اللي هي التائية السامة؟ توكسيك، عارف العلاقات لما تكون توكسيك؟ علاقة سامة. طيب اسمها تائية سامة، بتعمل إيه؟ بتهاجم الخلايا الغريبة زي الخلايا السرطانية والأعضاء المزروعة في الجسم وتحللها، أو الخلايا المصابة بالفيروس. حلو. طب التي اس السوبريسور أو الكابحة أو المثبطة بتعمل إيه؟ أنت عندك الجهاز المناعي بياكل في أي حاجة قدامه. أكل في الميكروبات، حلو، خلصت الميكروبات دي كلاب مسعورة، فخلصت الميكروبات هتخش على جسمك عادي جدا، ما يهمهاش حاجة. فلازم لها تي اس تائية مثبطة أو كابحة، فرامل. قضيت على الميكروب فرمل يا معلم، مش هتقضي على جسمك هو كمان. تمام. فدي وظيفتها ايه؟ تنظم درجة الاستجابة المناعية للحد المطلوب. حلو جدا. يعني بتثبط او تكبح عمل الخلايا البائية والتائية بعد قضاء على الكائن الممرض. جميل. عرفت تي سي او تي اتش بتعمل ايه، والتي سي بتعمل ايه، والتي اس بتعمل ايه. ما تقولش تي سي ورا بعضها عشان بتبقى شكلها وحش قوي. تائية اقول تي وبعد كده اسكت حبة اقول سي. حلو. القاتلة الطبيعية نسبتها كام؟ من 5 ل 10%. ويا رب افتكر اشيل الحتة دي بجد عشان بنسى والله في المونتاج. القاتلة الطبيعية قلنا نسبتها من 5 ل 10%. طب مكان قلنا بتتكون في ايه؟ في نخاع العظام الاحمر. تنضج في ايه؟ في نخاع العظام الاحمر. ما هي فيش غير التائية بس، ما الثلاثة بينتجوا الثلاثة بيتكونوا في نخاع العظام الاحمر. ما فيش غير التائية بس اللي بتنضج فيه التيموسية، وعشان كده اصلا تسمي التائية تائية تيموسية. حلو. حلو. الناتشورال كيلر او القاتلة الطبيعية بتعمل ايه؟ بتهاجم خلايا جسم المصابة بالفيروس والخلايا السرطانية والقضاء عليها بواسطة الانزيمات اللي بتفرزها. اسمها قاتلة طبيعية، قاتلة كيلر، ناتشورال كيلر، قاتلة طبيعية. يبقى بتهاجم الفيروسات او الخلايا السرطانية والقضاء عليها بواسطة الانزيمات اللي بتفرزها. نسبتها كام؟ من 5 ل 10%. بتكون فين؟ في نخاع العظام الأحمر. بتنضج فين؟ في نخاع العظام الأحمر. كده أنا عرفت الأعضاء وعرفت خلايا الدم البيضاء اللي هي إيه؟ اللي هي الخلايا الليمفاوية. طب أنا عايز أعرف الحامضية والقاعدة المتبادلة اللي هي إيه؟ عايز أعرف خلايا الدم البيضاء الأخرى. خلايا الدم البيضاء الأخرى اللي هم إيه؟ اللي هم حامضية، قاعدية، متعادلة. التلاتة دول محببين، اسمهم خلايا محببة، وحيدة النواة، وحيدة النواح. الحامضية وكلام متعادل. عايز أعرف وظيفة كل واحدة فيهم.
قلنا التلاتة دول محببين، والوحيد ان هو غير محببة، غير محببة وحيد ان هو الحمضية والقاعدية والمتبادلة والمتعادلة. الحمضية والقاعدية والمتعادلة بيعملوا ايه؟ وظيفتهم مكافحة العدوى، وخاصة العدوى البكتيرية والالتهابات. طيب بتعمل ايه برضو؟ بتحتوي على حبيبات. ما احنا قلنا التلاتة خلايا محببة، بتقوم بتفتيت الفيروس. يعني الحبيبات دي مش فراغ، مش موجودة فراغ، لا دي بتقوم بتفتيت الكائنات الممرضة او الفيروسات، عشان كده بتسمى بالخلايا المحببة. بتعمل ايه تاني؟ ببلعمة وهضم وابتلاع الكائنات الممرضة او الايه الفيروسات. دول التلاتة اللي هم الحمضية والقاعدية والمتعادلة. اصلا يعني انت اول ما تعرف ان التلاتة دول محببين فتقول ان وظيفتهم الحبوب دي بتقوم بتفتيت الفيروسات. حلو. وطبعا بيقوموا بالبلعمة برضه. طب وحيدة النواة بتعمل ايه؟ بتدمر الاجسام الغريبة او الفيروسات او البكتيريا. لو قلت لك فيروسات، قلت لك بكتيريا، قلت لك اجسام غريبة كانت ممرضة، من كلهم واحد والله. طيب وحيدة النواة بتعمل ايه؟ بتدمر الاجسام الغريبة وبتحول لخلية بلعمية وقت الحاجة. تحول لخلايا بلعمية كبيرة عند الحاجة. مش هكتبها لان هقولها اصلا دلوقتي. ماشي. عندك البلعمية الكبيرة تعمل ايه؟ في ثابتة وفي دوارة. يعني انا اعتقد قلتها هنا، قلتها اهي. دي خلايا دم بيضاء اخرى اهي. البلعمية الكبيرة ثابتة ودوارة. ايه وظيفتها؟ الثابتة مكان تواجدها فين؟ في معظم أنسجة الجسم. بتسمى بأسماء مختلفة على حسب النسيج اللي هي موجودة فيه يعني. طيب وظيفتها ايه؟ يعني بتلتهم الأجسام الغريبة أو الميكروبات اللي موجودة بالقرب منها بعملية بتسمى عملية البلعمة. هشرح عملية البلعمة بالتفصيل دلوقتي. غشاء بلازم بيروح جاي قافل على الميكروب، يدخله جوه، يحلله ويخرجه تاني. حلو، هقولها دلوقتي، أنا قلتها أصلا باختصار يعني. طيب وقلت على فكرة الخلايا البلعمية وقت لما قلت لكم خيار العظام الأحمر على ما أعتقد، مش فاكر قلتها فين بس قلتها. قلت لك إن الخلايا البلعمية كبيرة قلتها في الطحال. الخلايا البلعمية الكبيرة موجودة بكميات كبيرة في الطحال، هي والخلايا الليمفاوية أهي. قلت لك أهي، قلت لك الطحال الخلايا الليمفاوية وخلايا بلعمية كبيرة، وشرحت لك وظيفة الخلايا البلعمية الكبيرة اللي هي ايه برضو هنقولها تاني يعني، ما مش خسارة. زيادة الخير خيرين. بتلتهم الأجسام الغريبة وكرات الدم الحمراء المسنة أو تسمى الهارمة، وتفتتها وتحولها لمكوناتها الأولية. جميل، دي وظيفة البلعمية الثابتة. الدورة بتعمل ايه؟ نفس الكلام، بس بتلتهم الأجسام الغريبة عملية بلعمة طبعا، واسمها دوارة. فبتدور في الجسم بحثا عن ميكروب، تلقطه تصوت. يعني ايه؟ تمسكه من قفاه، بتعرض الانتيجينات بتاعته او تديها في حاجه اسمها درس جاي اسمه عليك عمل جهاز المناعه في الانسان، ماشي هنشرح فيه الكلام ده. بتعمل ايه؟ بتديها يعني بحمل المعلومات الوراثيه او بحمل معلومات عن الميكروبات، تديها للخلايا المناعيه المتخصصه. جميل. عمليه البلعمه، عملية البلعمة بجد جالي حول من الإضاءة. طيب عملية البلعمة بتعمل ايه؟ طبعا عملية حيوية بتتم بصورة طبيعية وأساسية بواسطة الخلايا البلعمية الكبيرة والخلايا المتعادلة. بتعمل ايه برضو؟ بتبتلع الأجسام الغريبة والميتة وتحللها لمكوناتها الأصلية. ادي عايز ارسم لك حاجة كده في الجنب. ادي خلية بلعمية كبيرة وليكن يعني، وعندك ميكروبات بره، هي الميكروبات اهي. الميكروبات بتعمل ايه؟ بتبتلع الغشاء اللي بيمتد او اسمها ايه؟
بيحيط بيها الغشاء البلازمي. انا برضو لو افتكرت هسيب لك رسمة ليها عشان في رسمة واضحة جدا ليها. فالغشاء البلازمي ده بيعمل كده، يعني ايه بيعمل كده؟ بيحوط الميكروب. تلاقي الميكروب بقى هنا كده، حوط الميكروب. بعد كده الميكروب ده بقى جواه، بقى اسمه ايه يعني، هي بقت فجوة، اتكونت فجوة فيها الميكروب، حتة كده فيها الميكروب جوه. حلو حلو، اسمها ليسوسوم. دي كده اسمها الليسوسوم. انا عارف انها مش ظاهرة الكلمة ليسوسوم، يا ريتها ما ظهرت، انا عارف. طيب دي بعد كده بتتحول بقى، بتحلل الميكروب جواها فتطلع عين امه كده. بعد كده الميكروب ده بيخرج، يعني تلاقي ده باقي الخلية مثلا، والميكروب ايه طلعته بره. يعني بص الميكروب هنا عامل ازاي، كان داخل بكرامته خرج من غيرها. اسمها عملية، اسمها عملية بلعمة. مش عارف ليه الواحد لما بيقول افيهات المفروض ما يضحكش. اه والله بتكون مش مجهز افيهات يعني. طيب متقفلش الفيديو ماشي. طيب شرحنا الأعضاء وشرحنا خلايا الدم البيضاء. خلاص على فكرة في يعني من ضمن الأعضاء كان في نخاع العظام الأحمر، في نخاع العظام الأصفر برضه. هي ده كان موجود في العظام المسطحة وموجود في رؤوس العظام الطويلة. النخاع العظام الأحمر، النخاع العظام الأصفر بقى بيكون موجود برضه في التجويف المركزي في العظام الطويلة برضه، وبيكون دهني، بيكون خلايا دهنية، عشان كده أصلا مصفر اسمه نخاع العظام الأصفر. بس ملوش دور مناعي عشان كده متذكرش معانا في الأعضاء اللي فوق. طيب يبقى أنا خلصت ايه الأعضاء، وخلصت خلايا الدم البيضاء اللي هي خلايا منفوية وخلايا دم بيضاء أخرى وبلعمية سواء ثابتة أو دوارة. عندك بعد كده المواد الكيميائية المساعدة. المواد الكيميائية المساعدة. ايش هي المواد الكيميائية المساعدة؟ مواد كيميائية بتعاون وتساعد الجهاز المناعي في القضاء على الفيروسات، أو في عملها يعني اللي هو القضاء على الفيروسات. أيوة ايه برضو ايه مكونات الايه، أو ايه هي المواد الكيميائية المساعدة؟ 4 حاجات. كيموكاينات، الكيموكاينات، أنا حاسس إن أنا بخرج بره الكادر لما بعمل كده. طيب الكيموكاينات، الانترلوكاينات، الانترلوكاينات، والله ما عارف اكتب. انترلوكاينات. المتممات او المكملات، متممات او المكملات، والانترفيرونات. الانترفيرونات. يلا كيموكاينات انا بسميها السوس. طبعا مش انا اللي مسميها، انا سارق الاسم بصراحة. الكيموكاينات او الصوص ليه بنقول عليها كده؟ عشان هي بتعتبر عوامل جذب للايه، للخلايا المناعية البلعمية المتحركة. طيب لما اجذب الحاجات دي بتتجمع في مكان واحد، بيتجمع بأعداد كبيرة في مكان تواجد الميكروبات أو الأجسام الغريبة عشان تقضي عليها وتحد من انتشار وتكاثر الفيروس ده جوه الجسم. عشان كده بنسميها السوس، اللي هي ايه، مغرية، بتجري الأجسام البلعمية عليها.
دي الكيموكاينات. الانترلوكاينات دي تعتبر برضو بنسميها اسم لطيف كده، يعني اسمه سلوك الكهرباء. سلوك الكهرباء عشان بتشبك الدنيا في بعضها. سلوك الكهرباء بتعمل كارات اتصال او ربط بين الجهاز المناعي وبعضه، وبين الجهاز المناعي وباقي اجزاء الجسم، وبتساعد الجهاز المناعي في اداء وظيفته على اكمل وجه. المتممات او المكملات ليها اسم برضو جميل او وحش بالنسبه لي، امسك واضرب او اقفش واضرب، يعني بقى هي نفس المعنى الوحش يعني. يعني ايه؟ تمسك الميكروب وتحلله او تفرتك امه. دي مجموعه متنوعه من البروتينات او الانزيمات. بتعمل ايه؟ بتدمر الميكروبات او الفيروسات او الاجسام الغريبه او الكائنات الممرضه، وربنا كلهم نفس المعنى. طيب بتعمل ايه برضو؟ المتممات دي هقولها تاني وانا بشرح الجسم المضاد. ليه؟ عشان دي الجسم المضاد مع المتممات او المكملات، بيرتبط المتممات مع الجسم المضاد، بيحللوا الانتيجينات الموجودة على سطح الميكروب وبتدوبها، تعمل على إذابتها لمحتوياتها الأصلية لجعلها في متناول خلايا الدم البيضاء عشان تلتهمها وتقضي عليها وتحد من انتشار وتكاثر الفيروس داخل جسم الإنسان. عشان كده اسمها امسك واضرب. بتمسك الميكروب وتطلع عين جميل جميل. طب الانترفيرونات، الانترفيرونات ده خلايا أو عملية انتحارية بمعنى صح، مش انتحارية بس خلية بنت ناس كانت مصابة بالفيروس فطلعت انترفيرونات عشان تجهز الناس اللي حواليها، يعني تقول للخلايا اللي حواليها السليمة يجهزوا دفاعاتهم ضد الفيروس ده. بس الانترفيرونات يعني غير متخصصة، يعني الخلايا اتصابت بأي فيروس بتطلع انترفيرونات، يعني عشان كده الانترفيرونات دي غير متخصصة. هنسيبها في حالها؟ لا طبعا، نسميها باسم غريب، فيروسات. غريب جدا. فيروسات. حلو. فانت عندك الكيموكاينات السوس عشان بتجري الخلايا البلعمية عليها، الانترلوكاينات سلوك الكهرباء عشان بتمسك الجهاز المناعي في بعضه وبتبقى أجزاء الجسم وبتساعده على إكمال وظيفته، إتمام وظيفته. متممات أو مكملات تمسك واضرب عشان مع الجسم المضاد بتحلل الأنتيجين اللي موجود وتخليه سهل في متناول الخلايا البيضاء، خلايا الدم البيضاء عشان تلتهم يعني وتقضي عليه. الانترفيرونات او ما يسمى الفيروسات، ودي انواع برضو من البروتينات بتنتجها الخلايا المصابه بالفيروسات او الانسجه المصابه، وغير متخصصه بفيروس واحد، عشان الخليه لو اتصابت باي فيروس هتطلع انترفيرونات عادي جدا. غير متخصصه، مش بتطلع حاجه للفيروس نفسه، لا هي اتصابت فطلعت انترفيرونات. جميل. وظيفتها ايه؟ بتمنع الفيروس من التكاثر. ايوه ازاي؟ بتعرف الخلايا اللي حواليها السليمه عشان تحسها على انتاج نوع من الانزيمات بيعمل على تظبيط عمل انزيمات نسخ الدي ان ايه يعني ايه؟ عشان تضاعف الحمض النووي بتضاعفه باستخدام انزيمات من ضمنهم، او بلاش نقولهم بس اسمها انزيمات نسخ الدي ان ايه. لو بالمرة والدنيا كده يعني هنقولهم في البيولوجيا الجزيئية ان شاء الله، الجزيئية بيولوجيا الجزيئية ماشي. فانا عشان يعني كفيروس عشان يتكاثر جوه جسم الانسان محتاج ان انا اضاعف الدي ان ايه. اضاعفه ازاي؟ عن طريق انسخه ازاي؟ عن طريق الانزيمات نسخ الدي ان ايه. طيب فلما الانترفيرونات حفزت الخلايا اللي هي السليمة على انتاج نوع من الانزيمات يثبط او يوقف عمل انزيمات نسخ الدي ان ايه، يبقى انا بمنع الفيروس ده من الانتشار او من التكاثر، يبقى انا بخنقه او بخنق الدايره اللي هو منتشر فيها. انا قفلت القلم ليه؟ طيب المواد الكيميائيه المساعده قلناها، كيموكاينات، انترلوكاينات، متممات او مكملات، انترفيرونات. جميل. بعد كده الاجسام المضاده. الاجسام المضاده
دي مواد بروتونية بتسمى بالجلوبيولينات المناعية، بتظهر على شكل حرف واي. جميل كده. دي مواقع ارتباط بالانتيجين، وده جسم مضاد متخصص عشان موقع ارتباط بالانتيجين نوع واحد من الانتيجينات. جميل جميل. وقلنا الميكروب بيكون عليه نوع او اكتر من الانتيجينات عادي، مش شرط نوع واحد. اماكن تواجد الاجسام المضاده توجد بالدم والليمف في الحيوانات الفقاريه والانسان. عندك مصدرها الجسم المضاد. انا ما قلتها اصلا وانا بشرح البقيه، قلت لك البقيه وظيفتها ايه؟ بتنتج اجسام مضاده. حلو. فالجسم المضاد مصدره ايه؟ مصدره خلايا خلايا بائيه. حلو. بائيه بلازميه. وظيفتها ايه؟ وانا بشرح لك المتممات قلت لك هذكرها تاني في الاجسام المضاده. ليه بقى؟ عشان الاجسام المضاده بترتبط مع الانتيجينات، مع المتممات او المكملات. بتمسك الانتيجين بتاع الميكروب ده تحلله ويتحوله لمكوناته الاصليه. فبتعمل ايه بعد كده؟ بيكون سهل على الخلايا البيضاء ان هي تلتهمه. جميل. بتتكون ازاي؟ الفيروسات او الميكروبات او البكتيريا بيوجد على سطحها حاجة بتسمى مولدات الضد او المستضدات، واللي هي الانتيجينات. انا عارف انك فاكر الانتيجينات وناسي، يعني ناسي المولدات الضد والمستضدات يعني. طيب بس هي من 3 والله، مولدات الضد او المستضدات او الايه او الانتيجينات. جميل. ايه برضو الانتيجينات دي؟ البائية او الخلايا البائية بتتعرف عليها عن طريق ارتباط المستقبلات الموجودة على سطح الخلايا البائية بالانتيجينات دي على سطح الميكروبات. بس بتكون بائية، بسميها بي سيلز، خلايا بلهاء. ليه خلايا بلهاء؟ غير متخصصة. هي بتشوف اي انتيجين بترتبط بيه، بائية. بس لما ترتبط بالانتيجين اللي موجود على سطح الميكروب بتتحول لخلايا بائية متخصصة. وهنا نقدر نقول عليها ايه؟ خلايا بائية عادي يعني، ونحترمها شوية. طيب بتتحول لخلايا بائية بلازمية، واللي بتقوم بإنتاج أجسام مضادة ترتبط مع المتممات لإيه؟ أو مش شرط يعني، ده نوع من هنشوف دلوقتي اللي يتعمل الجسم المضاد يعني. طيب بتدور مع مركز الدم والليمف، ومصممة خصيصا للأنتيجين ده، تشوفه تقضي عليه. جميل جميل. ايه شكل الجسم المضاد او التركيب بتاعه؟ عامل ازاي الجسم المضاد ده؟ عندك الجسم المضاد عامل كده خلايا او ايه، سلسلتين خفيفتين، سلسلتان ثقيلتان، حلو. يبقى سلسلتين ثقيلتين وسلسلتين خفيفتين. في على فكرة بيتكون من منطقة متغيرة ومنطقة ثابتة. بيقولك المنطقة المتغيرة اللي هي دي، اللي هي مواقع ارتباط بالانتيجين. اكيد طبعا متغيرة لان بتتغير على حسب نوع الانتيجين يعني. كل انتيجين ليه موقع ارتباط بالانتيجين معين يعني، فالاجسام المضادة متخصصة. طيب سلسلتين خفيفتين وسلسلتين ثقيلتين، بينهم روابط. هتلاقي هنا كده ربطتين، هنا رابطة هنا رابطة. ايه دول؟ روابط كبريتيدية ثنائية. حلو جميل. يبقى انت عندك الحتتين السود دول سلسلتين خفيفتين وقصيرتين، وسلاسل ثقيلة اللي هما الايه، سلسلتين طويلتين. جميل. ده تركيب الجسم المضاد. عندك جسم
منطقة متغيرة. احنا قلنا لكل جسم مضاد موقعين أنتيجين. في أنواع من الأجسام المضادة، يعني أجسام مضادة مش نوع واحد، يعني مش شرط موقعين ارتباط بس في الأنتيجين. أجسام مضادة أي جي ماجد. يعني 5 أنواع من الأجسام المضادة مفيش غيرهم بيتم إنتاجهم من خلايا الباقية. جميل. ماجد يعني ايه ماجد؟ اي جي ام، اي جي اي، اي جي جي، اي جي اي، اي جي دي. حلو حلو. دول انواع الاجسام المضادة. بيتم انتاجهم بواسطة الخلايا البائية البلازمية. اصلا البائية لما ترتبط بانتيجين الميكروب بتتحول لخلايا بائية بلازمية، بتقوم بالانقسام الميتوزي عدة مرات عشان تنتج بلازمية كتير، بائية بلازمية كتير. حلو حلو. اللي عايز اقول لك على حاجة، الام دي الاي جي ام يعتبر 5 في بعض، يعني 5 اشكال من دي مرتبطين في بعض كده، فعندها 2 في 5 ب10 اماكن او 10 مواقع ارتباط بالانتيجين. وكام سلسلة ثقيلة؟ 10. كام سلسلة خفيفة؟ 10. كام رابطة كبريتية ثنائية؟ 4 في 5 ب20 رابطة كبريتية ثنائية. جميل. الاي جي اي كان 2 في الكتاب القديم، بقى 1 عادي في الكتاب الجديد. سبحان الله يعني. روح اسأل وزارة التربية والتعليم، انا ماليش دعوة. طيب فعندك الاي جي اي يعتبر 1 في الكتاب الجديد على حسب النظام الجديد. في الكتاب القديم كان موجودة 2 كمان، ما اعرفش، ممكن لو افتكرت احط لك صورتها ولا حاجة. ربنا يبارك في تعليم مصر يعني. طيب انت عندك ده الجسم مضاد، عرفت تركيبه وعرفت تتكون من ايه، او عرفت تتكون من مصدره ايه يعني. عايز اعرف ازاي بيكون بوظيفته. ازاي بيكون وظيفته، يعني بمعنى صح طرق، يعني نكتب في حتة نضيفة كده، طرق عمل الأجسام المضادة أو طرق عمل الجسم المضاد. عمل الجسم المضاد. ما هي طرق عمل الجسم المضاد؟ عندك كام طريقة؟ 5 طرق. أولهم التعادل. التعادل ايه هو التعادل؟ انا لازم امنع الفيروس بالانتشار. طيب ازاي؟ الجسم المضاد بيرتبط بالاغلفة او بالغشاء الخارجي للميكروبات او الفيروسات. ماذا بعد؟ يحلله. اسمها التعادل. بيمنعها، او مش بيحلله، بيمنعها من الالتصاق. بيحلله ده لما يرتبط مع المتممات او المكملات. ماشي ماشي. انا بقى معروف عني ان انا بفصل في اخر الفيديو. طيب خصوصا ان انا الصبح فمش عارف اشرب قهوه ولا عارف اعمل اي حاجه يعني. يلا. التعادل بيعمل ايه؟ الجسم المضاد ده بيرتبط بالغلاف الخارجي للفيروس او الميكروب، بيمنعه من الالتصاق بالاغشية الخلايا والانتشار او ان هو يدخل جواها. طب لو دخل جواها راح كده ماسك في الخلايا كلها، يلا بدل ما كان هيمسك الميكروب نفسه يمنعه من الدخول جوه الخلايا، الميكروب عمل نصح ودخل مسك الخلايا كلها، منع الفيروس من الانتشار. حلو. يعني بيمنع الحمض النووي والتكاثر والحمض النووي
بيمنعوا من التكاثر والخروج يعني جوه الايه، من جوه الغشاء البلازمي اللي هو موجود فيه ده. دي طريقة التعادل. عندك تاني طريقة من طرق عمل الجسم المضاد هي التلازن أو الإلصاق. التلازن أو الإلصاق. إيه هي التلازن أو الإلصاق؟ أنت عندك عذرا على الفصل ده، هو فصل مني لوحده يعني معرفش ليه. طيب كنا قلنا ايه؟ قلنا التلازن او الالصاق. انا شرحت ولا لا؟ والله نسيت. طرق عمل الجسم المضاد: التعادل والتلازن والالصاق والترسيب انا ممكن اشيلها في المونتاج وممكن اسيبها يعني لان انا هرجع لهم كلهم. والترسيب والتحلل وإبطال مفعول السموم. إبطال مفعول السموم. التعادل بيعمل ايه؟ ميكروب عليه انجين والجسم المضاد عليه موقع ارتباط بالانجين. يحصل ايه؟ موقع ارتباط بالانجين يرتبط بالانجين على سطح الميكروب، بيمنع انتشاره وتكاثره او بيمنع ان هو يدخل جوه الخليه، بيمنعه من الدخول داخل الخليه والانتشار. طب دخل جوه الخليه يروح جاي الجسم المضاد ده ماسك في الخليه اللي موجود فيها الميكروب، فبيمنع ايه؟ تكاثره وينسخ الحمض النووي ويضاعف الحمض النووي بتاعه يعني، فبيمنع تكاثره وانتشاره والخروج داخل الخليه اللي هو زنقه فيها. التلازن والالصاق. التلازن او الالصاق: الجسم المضاد معلهوش موقع ارتباط بالانجين واحد، لا ده عليه 2 وفي الاي جي ام عليه 10 موقع ارتباط بالانجين. كل موقع ارتباط بالانجين يرتبط بميكروب بس بنفس نوع الميكروب، فبيشبط بيجمع حواليه ميكروبات كتير جدا. يعني نفترض مثلا جبت الاي جي ام، فشوف هيجمع حواليه هيمسك في كام ميكروب، فهيجمعهم كلهم مع بعض لوكشه واحده كده. حلو، تيجي الخلايا البلعميه تاكلهم. جميل. والميكروب زي ما قلت لك مش شرط يحتوي على انشين واحد، ممكن يحتوي على كذا نوع من الانشين. فممكن الميكروب ده يكون مرتبط بيه كذا نوع من انواع الاجسام المضاده عادي. ما كل جسم مضاد متخصص، فممكن يرتبط بيه كذا نوع من الاجسام المضاده عشان هو عليه اكثر من نوع من الانجينات عادي جدا. بس كل جسم مضاد ليه نوع معين من الانتيجين بيرتبط بيه. حلو. الترسيب. احنا خلصنا التلازن والالصاق. الترسيب ايه هو الترسيب؟ الانتيجينات عادة يعني الانتيجينات قصدي ايه؟ الترسيب ده بتحصل عادة قصدي في الايه؟ في الانتيجينات السائبة، فبتحولها لراسب. يعني الانتيجينات السائبة دي بيرتبط بيها الاجسام المضادة فيحولها لانتيجينات غير سائبة او راسب فيسهل ابتلاعها. جميل. يسهل على الخلايا البلعمية ابتلاعها، يعني بتحفز عملية البلعمة. خلصت الترسيب. التحلل. اسمه التحلل فأكيد هتلاقي فيه تحلل، صح؟ صح. ازاي بقى؟ الجسم المضاد ارتبط بأنتيجين. جميل. نشط بروتينات أو إنزيمات اسمها المتممات أو المكملات. دوب الأنتيجين. حلو، يبقى ارتبط بالأنتيجين. نشط يبقى جسم مضاد والأنتيجين عملوا على تنشيط ايه؟ انزيمات أو بروتينات، يعني نوع من الانزيمات أو البروتينات اسمه المتممات أو المكملات. بيعمل ايه؟ يعمل على إذابة الأنتيجين ده ويحوله أو يحلله، اسمها عملية تحلل، عشان يسهل على الخلايا البلعمية إنها تلتهم. جميل. يسهل التخلص منها بواسطة الخلايا البلعمية. خامس حاجة وهي إبطال مفعول السموم. الجسم المضاد مع الأنتيجين بيحفز المركب ده اللي هو بتقوم ارتباط الجسم المضاد مع الأنتيجين، بينشط المتممات
عشان تتفاعل مع السموم في عملية أو سلسلة من التفاعلات، يحول لك المادة السامة دي لمادة غير سامة اسمها إبطال مفعول السموم. بيبطل مفعول السموم إزاي؟ جسم مضاد مع الأنتيجين بيحفزوا أو بينشطوا المتممات أو المكملات بإتمام عملية أو تفاعل متسلسل يؤدي لإبطال مفعول السموم، وبرضه بيساعد على التهامها من الخلايا البلعمية. حلو. حول السموم سموم زائد جسم مضاد، الاتنين دول كده عملوا على ايه؟ تحفيز او تنشيط المتممات او المكملات. ايه اللي حصل؟ تفاعل متسلسل، بعد كده ابطال مفعول السموم، تحويل السموم مواد غير سامة لجسم الإنسان. هو كل ده الجهاز الليمفاوي اللي هو جزء من الجهاز المناعي. الأعضاء الليمفاوية جزء من الجهاز المناعي. جميل. أقدر أقول لك خلصنا بحمد الله، مش المنهج لا المناعة في الإنسان هنقولها قريب متقلقش. طيب متنساش، مش هقولك بقى شير الفيديو ولا احط لايك وسبسكرايب والكلام ده كله ايه، ماشي؟ مش هقولك لا. في لينك لجروب التليجرام ابطال تالتة ثانوي، هتلاقيه في وصف الفيديو او في الاول تعليق. بننشر عليه يعني منطقة تواصل ما بيننا يعني، وبيكون موجود عليه امتحانات. تمام. الامتحانات دي عليها جوائز للأوائل بإذن الله يعني. وبس، كان معكم مصطفى والله. السلام عليكم.